السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وأحوال طيبة. ونبداو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أخواتي فيديو جديد، نهار جديد، ومرحبا بكم عند فوزية أم مريم. وغنشارك معكم اليوم كيكة ديال التفاح، تتجي زوينة رائعة. كنحتاج ليها 2 بيضات، كاس ديال السنيده، كاس معامرش ديال الحليب، كاس معامرش ديال الزيت، قياس 2 معالق او 3 ديال عصير الحامض، قشره ديال الحامضه، خماره وحده، هذه راه فيها 2 غندير غير النص ديالها، و2 كيسان ديال الفورس. وبسم الله على بركه الله. تندير البيضات هما الاولين. بسم الله. شويه الملحه ضروريه. غنزيد الكاس ديال السنيده، تيبيض اللون ديالو. تنزيد الزيت، نزيد الحليب، تنزيد عصير الحامض. اخوات، العصير الحامض كيتواتى مع التفاح، تيجي زوين مع التفاح. صافي، من بعد ما طربتها مزيان غادي نزيد القشره ديال الحامض. باش تعزز لينا المذاق. كندير الكاس الاول ديال الفورص، ندير الكاس الثاني، تندير خماره نربلها، بسم الله. صافي، تنطلع الكليت. زدت نص كاس الاخوات ديال الفورص، بحال هزت ليا 2 كيسان ونص ديال العنبه. صافي، على هاد القوام بحال هكا. صافي، المول هي دهنتها بالزبده ورشيتها بالطحين. صافي، غادي نخوي فيها الخليط. بسم الله. ديما الخليط يتخوى عالي. دابا غادي ندير معكم التفاح. بسم الله. تنعصر عليه شويه ديال الحامض، صافي. بسم الله.
هاي اخواتي من بعد ما ستفت فيها التفاح غندير شويه ديال اللوز ايفيلي هنا في الوسط صافي، وغادي ندخلها الفران. ها الكيكه ديالنا وجدات، ها هي طابت متحمرت مزيان من الفوق. درت لها السير والاخوات واحد شويه نص كاس ديال الماء، معلقه كبيره ديال السنيده، وجوج معالق ديال عصير الحامض، وخليتهم تطبخوا مزيان حتى تبقى غير نص الكميه اللي درت. غادا ندهنها من الفوق بسم الله باش يعطي اللمعان للتفاح. تجي زوينه. ها هي من بعد ما سقيتها كتجي زوينه وبنينه على هاد الشكل. نتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. الله يجازيكم بألف خير ويجعلني وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسلام عليكم.